ازيكم. بنحاول نغير شويه كده في اللوك من حين لاخر، يعني كده ايه، بحيث ما يبقاش الموضوع ثابت كده. لازم يعني شويه تغيير. المهم ان في موضوعين النهارده انا حابب اتكلم عنهم، واحد تبع شاومي والتاني تبع سامسونج. تعال نتكلم كده سريعا عن ال 200 تي اي. في الفتره الاخيره لو انت متابع، كل الناس كانت دايما بتسال على الموبايل ده بالذات او الموبايل ده بالتحديد، لان الموبايل ده كان نزل في كذا مكان باسم مختلف. المهم ان الموبايل بقى موجود بشكل رسمي في الهند دلوقتي، وزي ما قلت لك قبل كده وزي ما اتكلمت قبل كده كتير عن الموضوع، ان الموبايل ده هو نفسه النوت 9 برو 5G، وهو نفسه ال 200 تي لايت اللي نزل لنا مصر، بس مع اختلاف الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الاساسيه في ال 200 تي اي جايه ب 108 ميجا بكسل مقابل 64 ميجا بكسل في ال 200 تي لايت اللي نزل لنا مصر. باقي المميزات بقى وباقي الامكانيات وباقي كل حاجه هي زي ما هي، ما اتغيرتش. فبالتالي كل التجربه اللي هتاخدها فرق الكاميرا الاساسيه. وبخصوص نزول الموبايل مصر، فلحد الان ما اعتقدش ان شاومي ممكن تنزل الموبايل ده مصر. ليه؟ لان الموبايل ده زي ما انت شفت ال 200 تي لايت نزل بسعر 5400 جنيه، فبالتالي الموبايل ده هو نفسه ال 200 تي لايت، بس عندك كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل. فبالتالي الكاميرا الاساسيه دي لازم ترفع السعر شويه، ولما السعر يترفع شويه يبقى انت كده قربت من ال 200 تي العادي، النسخه بتاعتهم اللي ايه مكسره المبيعات في السوق. فما اعتقدش ان ممكن اي حد يسيب ال 200 تي العادي ويروح يجيب النسخه دي اللي هتنزل. وما اعتقدش اصلا انك ممكن تفضل مهتم انك تشتري الموبايل بعد ما عرفت ان النسخه العاديه منه نزلت بسعر 5400 جنيه. فانت ازاي مستني النسخه اللي هي تنزل مثلا النسخه البرو او ال 200 تي اي او اي مسمى تنزل بيه تنزل لك بسعر هيبقى اعلى من كده اكيد؟ فانت ليه مستنيها؟ وطبعا الموضوع بقى شبه معروف، لما نتكلم عن سامسونج يبقى اكيد هنتكلم عن حفل الاطلاق اللي قريب جدا اللي يوم 14. سامسونج نزلت صوره تشويقيه كده عن المؤتمر بتاعها، وكان جواها شيب كده او حاجه مجسم كده ومعمول له بلور، والمجسم ده كان واضح ملامحه كده ان هو بعض الناس قالت ان هو لا هتعلن عن سماعه ومش عارف ايه، والبعض التاني اللي توقع التوقع الصح قال لك ان ده مربع الكاميرات بتاع السلسله الجديده اللي هي الاس 21. سامسونج يوم 14 يناير الجاي هتعلن عن سلسله جديده او خط منتجات جديد، وهو سلسله الاس 21، وبالاضافه للسماعات بتاعتهم الجديده برضه. وعشان نبقى واضحين كده، سامسونج هتعلن في المؤتمر ده عن 3 موبايلات، مش موبايلين او موبايل واحد، الاس 20 والاس 20 بلس والاس 20 الترا. والثلاث موبايلات دول هيكونوا بثلاث احجام مختلفه. الاس 20 العادي هيكون بحجم 6.2 بوصه، والاس 20 بلس هيكون بحجم 6.7 بوصه، والاس 20 الترا هيكون بحجم 6.8 بوصه. والثلاثه هيجوا بتصميم الانفينيتي او ديزاين زي ما سامسونج بتسميه، او الهول بانش الصغير اللي موجود في نص الشاشه ده. والشاشات كلها هتكون من نوع دايناميك اموليد، طبعا يعني مش محتاج اشرح دايناميك اموليد يعني، بالاضافه ان هيكون عليهم طبقه حمايه من جوريلا جلاس فيكتس. بس في بقى شويه اختلافات هنا. الاس 20 العادي والاس 20 بلس هيجوا بريزوليوشن فول اتش دي بلس، اما النسخه الالترا منهم هتيجي بكواد اتش دي بلس. ودي فعليا اول مره سامسونج تعمل تفرقه كده في الريزوليوشن بتاع الشاشه بتاع سلسله الاس. بس الجميل هنا ان كل الموبايلات دي جايب ريفريش ريت 120 هرتز، واعتقد 120 هرتز عدد كافي جدا ليك كمستخدم او كجيمر او اي حاجه. وسامسونج هنا ما سكتتش برضه، ميزت الالترا بميزه كده زياده، ان الشاشه بتاعت الالترا موجوده فيها ميزه الادابتيف سينك، الميزه اللي بتخلي الموبايل من الاخر كده يحول ما بين ال 60 او ال 120 هرتز على حسب الكونتنت او المحتوى اللي انت بتشوفه. يعني مثلا لو انت بتلعب واللعبه دي فيها ريفريش ريت 120 هرتز او محتاج ان هو يفعل ريفريش ريت 120 هرتز، اكيد الشاشه هتحول نفسها من 60 ل 120، والعكس. على عكس باقي النسخ اللي عندك اوبشن بس انك تحول من 60 ل 120. وزي ما قلت لك ان سامسونج حابه تخلي النسخه الالترا مميزه جدا، فبالتالي خلت هنا سطوع الشاشه بتاعها 1600 نيتس، و1600 نيتس رقم ضخم جدا كسطوع شاشه. بس الموضوع برضو مش بعيد قوي، نسخه الاس 20 والاس 20 بلس جايين ببرايتنس او سطوع 1300 نيتس. الموضوع يعني مش فرق السماء والارض او بعيد قوي يعني. ديزاين الشاشات بقى في الاس 20 والاس 20 بلس جايين فلات، الشاشه مسطحه ما فيهاش اي انحناءات ولا اي حاجه. النسخه الالترا بيقولوا ان هم مميزينها بان الشاشه بتاعتها جايه فيها ايدج، مع اني شايف ان دي حاجه مش مميزه اصلا، ومش كل الناس بتحب الايدج. في ناس ما بتعرفش تتاقلم مع الايدج بتاع الشاشه، ودايما بيحصل غلطات في التاتش وحاجات زي كده. وزي ما انت اكيد شفت التسريبات، اكيد شفت الديزاين بتاع الموبايلات، وهي فعلا الديزاينات دي كانت حقيقيه. وزي ما الديزاينات دي غريبه وتحس انها كده مزيج من حاجات مختلفه كده، الماتيريالز او خامات تصنيع الموبايل هنا هي اللي غريبه او مختلفه. عندك سامسونج هنا في الاس 20 العادي حبت توفر شويه زي ما عملت قبل كده مع النوت 20، ونزلت هنا عندك فريم من المعدن وظهر من البلاستيك او جلاستيك زي ما سامسونج بتسميه. في النسخه البلس والالترا
جايه لك هنا فريم من المعدن وظهر من الازاز، وفرق الخامات ده هيفرق برضه في وزن الموبايلات، فبالتالي الاس 20 العادي هيكون اخف موبايل فيهم. بالنسبه بقى للكاميرات فالاس 20 العادي والاس 20 بلس جايين بنفس الكاميرات، 12 ميجا بكسل اساسيه و12 الترا وايد و64 تيلي فوتو، وعندك هنا سيلفي 10 ميجا بكسل. النسخه الالترا هنا اكيد لازم تكون مميزه، عندك 108 ميجا بكسل اساسيه و12 الترا وايد و10 تيلي فوتو و10 بيروسكوب بالاضافه لسنسور ليزر اوتو فوكس، وعندك سيلفي هنا 40 ميجا بكسل. وبالنسبه بقى لتصوير الفيديو فالثلاث موبايلات كل الكلام ده مشترك ما بينهم، 8K 30 فريم، 4K 60 فريم، 1080 240 فريم. وزي ما انت عارف ان سامسونج دايما بتنزل فئتين او موديلين من كل موبايل، او كل الموبايلات اللي بتنزلها الفلاج شيب بتاعتها، موديل بيكون عليه معالج سناب دراجون، وبالتالي السنه دي هيكون عليه معالج سناب دراجون 888 اقوى معالج حاليا موجود في السوق، والموديل الثاني بيكون عليه معالجات اكسينوس بتاعتها، وبالتالي هيكون عليه معالج اكسينوس 2100 النسخه الجديده برضو بتاعتها. وبالنسبه بقى للمساحات والرامات وكل الكلام ده، نسخه الاس 20 العادي والاس 20 بلس هيكون عليهم 8 رام، وعندك 128 او 256 ذاكره داخليه. نسخه الالترا زي ما انت عارف ان هي لازم تكون مميزه، هتبدا من 12 رام، وهيكون عندك ذاكره داخليه 256 او 512 او 128. لاول مره سامسونج تعملها، ويوسفنا اقول لك كده ان كل الموبايلات دي مش هيجي فيها مكان لتركيب اس دي كارد. وسامسونج بقى عامله مفاجاه السنه دي، وبتكمل حلاوه النسخه الالترا السنه دي بانها بتضيفها لاول مره في التاريخ ان موبايل من سلسله الاس يدعم الاس بن، وبالتالي نسخه الالترا السنه دي هتدعم الاس بن عادي، بس اكيد القلم مش هيتباع معاها، فانت محتاج انك تشتريه لوحده. وطبعا كل الاجهزه دي هتيجي طبعا اندرويد 11، وهيجي عليها واجهه سامسونج الجديده ال1 يو اي 3.1. كل اجهزه هيكون فيها ستيريو سبيكر، كل اجهزه هيكون فيها بصمه تحت الشاشه، وبما ان الموبايلات مختلفين في الاحجام فبالتالي البطاريات هي كمان هتكون مختلفه في الحجم. الاس 20 العادي عندك هنا بطاريه 4000 ملي امبير، والبلس هتكون 4800 ملي امبير، والنسخه الالترا هتكون 5000 ملي امبير. والمخيب شويه او شويتين كده ان نسخه الاس 20 العادي والبلس بيدعموا سرعه شحن 25 واط. في الجانب الاخر النسخه الالترا بتوصل ل 45 واط. ويوسفني اقول لك، انا مش عارف انا قلت يوسفني في الفيديو ده كام مره، بس سامسونج زي ما انت سمعت كده انها مفيش شواحن جايه مع الموبايلات في العلبه، والكلام ده فعلا طلع حقيقي، وده الطبيعي، احنا مش محتاجين نستغرب. دايما كل شركات الاندرويد ابل بتعمل الحاجه يتريقوا عليها، وبعد كده على طول في السلسله اللي بعدها ما يكملش كام شهر وتلاقيهم قلدوها بالظبط. وبس يا عم، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا اشوفك في فيديو جاي.